صباح الخير او مساء الخير حسب وقت الفيديو اللي انت بتسمعني فيه. كنا اتكلمنا في الفيديو فات عن الكونستراكتور، وان شاء الله هنشرح الجيتر والستر وتستخدمهم ازاي في الابليكيشنز بتاعتك اللي انت هتعملها. وليكن انت عندك ابليكيشن اي كوميرس اب مثلا، تمام؟ والابليكيشن ده جه الادمن عايز يضيف منتجين، ضاف المنتج الاولاني وليكن ب100، تمام، والمنتج التاني اتلخبط او ايا يكن وحط -50. فساعتها انت عندك لازم تتشيك عندك في الكلاس اللي انت بيستلم منك الحاجات دي علشان ترفعها للاي بي اي، ان هو والله لو حط المنتج عنه بالسالب فلازم يرجع له ان هو عنده مشكلة، ولازم يرجع يعدل القيمة. طيب انت هتقولي طب ما انا ممكن اعدلها جوه السكرين او جوه الكود بتاعت السكرين. لا، ده شيء غلط، لان انت لازم تفصل اللوجيك عن اليو اي، ودي من المبادئ الكلين اركتكتشر. تمام، فتعال نشوف مع بعض مثلا الموضوع ده هيتعمل ازاي. فتقول مثلا والله كلاس هنسميه ايتمز. الايتمز ده هيكون مثلا دبل، والدبل ده مثلا وليكن من نوع نسميه مثلا برايس اندرسكور برايس. تمام. طيب احنا ليه عملناه اندرسكور دي كلغة برمجية انت بتعرف، او يعني كمصطلح، ان هو التعريف ده برايفت، انت ما تستخدموش قدام، او ما ينفعش تستخدمه كيو اي يعني للقراءة، او ان هو يتعرض. تمام. فهنيجي بعديها هنقول له مثلا نعرف واحد تاني، نقول له والله الدبل جيت اختصارا لجيتر. هتقول له مثلا وليكن ده هنسميه برايس عادي من غير اندرسكور، ونقول له ده هيرجع لنا بقيمة البرايس. تمام، وهنقفل كده. طيب هنيجي هنا بقى لحتة التشيك. تمام، هنقول له مثلا set للبرايس ده، هنقول له والله ان هو عندك قيمة جوه اسمها value. الفاليو دي انت بتتشيك فيها، هنقول له if لو الفاليو ده اصغر من او بيساوي الصفر، ساعتها اعمل لي print. هنقول له والله ان انت your اسف your number is less more than zero مثلا. تمام، خلاص. else لو هو مش اصغر هتقول له والله ان ساعتها ان الفاليو، او هنقول له مثلا اسف ان البرايس هيساوي الفاليو. تمام. فهنيجي هنا مثلا هنعرف الكلاس بتاعنا زي ما اتعلمنا ان هو الايتمز او يساوي الاي مثلا، وهنا الايتمز تاني نقفل. وهنيجي هنا هنقول له الاي دوت، مش هنستخدم بقى الاندرسكور برايس، نستخدم التانية اللي انا قلت لك هي دي اللي انت هتستخدمها للقراءة، او لانك انت ياخد منك قيمة. وفي الحالة دي انت بس هو انت مش هتعوز غير ان هو ياخد منك قيمة، مش هتعرض منه حاجة لان انت في الداشبورد تبع الادمن. فهنقول له مثلا والله ان دوت برايس، هنقول له مثلا وليكن 100. تعالى نرن، مفيش اي مشكلة. فتعالى مثلا نعمل هنا برنت للفاليو عشان نتأكد ان معندناش مشاكل. فقالك 100. تمام. طب لو جينا حطينا هنا السالب، قالك your number is less more than zero. تمام. ده كان كل موضوعنا النهارده، وان احنا شرحنا الجيتر والستر وايه لازمتهم وايه فايدتهم. وان شاء الله انا هبقى اخد بالي بعد كده في اي تاسك انا هعملهولك، او في اي قصدي شرح عملي انا هعملهولك، ايه لازمته وايه فايدته قدام، وهيفيدك ازاي في الابليكيشنات اللي انت هتعملها قدام. سلام.